من تظل بوحدك بالبيت واهلك ما موجودين، عائلتك ما موجودة، راح تطلع اي شي بالثلاجة وتاكله. هاي الجيمر عندي بالثلاجة صار لي تقريبا يومين، ان شاء الله ما يطلع خربان. العسل موجود، الرقة توني قصقصتها وهو شوي وتخرب، ما بقى يعني بيها شوي تخرب، فقلت اقصقصها واكلها. حتى القلاص مو مالتي، لقيت قلاص موجود بالكاونتر واخذته. فهاي انت من تكون بوحدك راح يكون اي شيء موجود بالثلاجة تاكله. مع الاسف فتحت الجيمر وطلع خربان. راح اسلق لي بيضتين واخليها، اخلي شوي نزيد الماي مات هذا. ليش دائما هذني ما يشتغلن؟ مسدودة القنية. تمام اوكي. المواطن العراقي من يغسل السيارة يوم ثاني تغيم او تمطر الدنيا. هسه البارحة غاسل السيارة، اليوم شوفوها اصلا كل شيء مغيمة، فهاي شيء طبيعي. المهم طبعا جاني هواي تجيني هواي بالتعليقات، شنو اذا احنا مثلا نروح نريد نسجل بكريم، يقبلون بس عقد بيع وشراء؟ لا ما يقبلون نهائيا، ما يقبلون بس عقد بيع وشراء. لازم يكون عندك يا اما وكالة يا اما سنوية باسمك. نهائيا ما يقبلون واحد عنده عقد بيع وشراء، لان هم يريدون فشي مستمسك انه صحيح السيارة باسمك. والشيء الثاني لازم تكون انت نفسك اللي مسجل، نفس يعني صاحب السنوية هو يسوق بالسيارة، لان كل يوم يطلبون هم تحقيق دائما، يعني يوميا كل 24 ساعة يطلبون انه لازم انت تصور روحك. يقول لك لازم تصور روحك حتى ترسل لهم الصورة وتشوف انه صحيح ان نفس هذا الشخص اللي اجى سجل بكريم هو نفسه اللي جاي يسوق السيارة. اذا مو نفسه اقرأ على تطبيق السلام بعد ما يفتحوا لك التطبيق وتنحضر، وبعد تحلم توصل لشركة كريم. فهاي الامور دائما واحد يكون يعني يحسب لها حتى لا تنحضر، لان اذا انحضرت بشركة كريم ومستمسكاتك صارت يمهم بعد ما نهائيا يعني ما يقبلوك نهائيا بشركة كريم. وهاي السيارة نفسها اللي انت راح تجيبها اذا ما بيوع الواحد ثاني ما راح يقبلوها نهائيا، لان هم بالسيستم يسجلونها. اذا اي سيارة سجلت بالسيستم عندهم راح تظل بالسيستم عندهم بعد منها ليوم القيامة، وراح يعرفون انه هاي السيارة وين كانت باسم من وصارت هسه باسم من. أربعة وربع. اي مسؤول موجودة عندي. شكرا جزيلا. البارحة الرحلات اللي ببالي اقل وحدة تحصلها يعني مكان قريب تقريبا 1 كيلو 2 كيلو تحصلها ب 3000 3 وشوية. فكانت الكراوي البارحة كلش حلوة، يعني انا البارحة اخذت كراوي 5000 6000 حتى 7000 ما اخذت كراوي. اليوم حاليا رجعت لعادتها القديمة، اليوم رجعت الكراوي كلها 2 وربع 2 ونص. فشركة بلي ما اعرف شنو مشكلتها، اعطتنا خوش رحلات اسعارها كلش حلوة. اليوم رجعت الرحلات القديمة نفسها 2 وربع 2 ونص. ما اعرف استقروا مثلا استقروا على ليميت معين، اما الاثنين ونص او الاثنين وربع سوا ب 3000 حالك حال الشارع، تصير الامور كلش حلوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مستشفى بن غزوان لوين؟ لا رجع. لا بس ما مسوي اكسترا ترى. اي اعرف. ما يصير ذا لازم بس وجهه واحده. يلا عادي يلا. يعني يمي بن غزوان تقدر تلغي الرحله وتاخذني؟ اي اوكي. هسه مثل ما شفتوا هاي الرحله اللي وديتها، طبعا هي ما مختاره اكسترا، فصعدت وياي قالت لي اريد اروح الحي عمان وبعدين اريد اروح للطويسه. فانا قلت لها انت ما مختاره اكسترا فما يصير، يعني لو تختارين اكسترا لو هناك اوصلك تلغيها وتختارين مره ثانيه. طبعا تطبيق كريم تقدر تختارك نفسك اذا انت قريب عليها. فقالت لي اوكي تمام انا راح اوصل هناك وبعدين الغيها، يعني نوصل رحله هناك وننهي الرحله وبعدين نبدي رحله جديده. فهذا اللي صار، لان انت هذا حقك. مثلا اي واحد يطلبك يقول لك انا ادي اوقف اكثر من مكان هو ما مطالب اكسترا، فانت لا تستحي منه نهائيا. قل له يعني قل له انت ما طالب اكسترا، تريد لو تطلب اكسترا. طبعا هو يقدر من نفس التطبيق هذا حتى لو ما ينهي الرحله يقدر يحوله اكسترا، بس هي ما تعرف المره. فقالت لي انا راح انهيها وارجع مره ثانيه اطلبك، وهذا اللي صار والحمد لله والشكر وصلتها.
فهاي المعلومه تكون دائما واحد انه لا تقبل انت رحله مو اكسترا وتوصل اكثر من مكان. انا نهائيا اي واحد يطلب مثلا رحله وبعدين يقول لي اروح اكثر من وجهه، اقول له انت من يمك هسه بالتطبيق سويها اكسترا، حتى لان الاكسترا يحسب عليه كل شيء، يحسب عليه الوقفه، يحسب عليه الوقت، كل شيء يحسب عليه. فهذا الشيء كلش حلو بتطبيق كريم. هاي الفواحه اللي دائما استخدمها بالسياره، طبعا بيها ليدات بالليل كلش حلوه تصير، شكلها كلش حلو، يعني بيها ليد منها وبيها ليد من الوسط ومن الجو. فسالوني دائما يقولوا شنو تخلي لها من عطر، طبعا اي عطر تخلي لها بس مو زيتي. فاليوم شنو اشتريت لها انا عطر؟ اشتريت لها هذا العطر، عطر فاين، يعني اي عطر. شوف هذا عطر مال فرش مال جو، هاي معطر ومنقي للجو، هذا راح اخليه منه، هذا مو زيتي. فراح افرغ منها هاي الفواحه واشغلها. اي عطر عندك مو زيتي تقدر تخلي له. هاي فتحتها راح اخليها العطر نفس هذا اللي قلت لكم عليه. راح يكفيني طبعا فتره طويله، لانه هو اصلا ما تصرف عطر هواي، يعني هي بخات قليله. والله تبخ. العطر فشي، طبعا انت تقدر تختار اي نوع من العطر، وانا اختاريت هذا كلش حلو العطر مالته. عندي هسه بالجديد من اشغل تبريد السياره تظل ترجف وتصفى، ترجف وتصفى شويه وبعدين تظل صافيه، ما اعرف شنو السبب. يعني اعتقد النوزلات بدلتها والبلكات بدلتها وكل شيء، ما مخلي شيء ما مبدله، بس ما اعرف شنو السبب. على اساس انا غاسل البارحه، غاسل المحرك، شوف شو مسوي. شوف هذا الطين الموجود هنا، هذا المفروض ينغسل. راح اقول لك على شغلات تسويها اذا تشتغل بالسياره تاكسي. اول شيء لازم تضم يوميا 5000 للعطلات او لتبديل الدهن، لان انت راح تبدل دهن محرك اكثر من الشخص اللي يستخدمها استخدام شخصي. الشغلات الاستهلاكيه اللي راح تصير عندك دائما هي هذني الفرشات او الارضيات، هذني استهلاكيات. التغليف مال الكشنات راح يصير استهلاكي. شوفوا انا هذني مسويهم 200,000 هذني الفرشات مال الكشن، يعني جبتها اصليه، بس راح اراويكم شنو صار بيها. شوفوا هنا شنو صار بيها. هذا طبعا صار له تقريبا، هاي صار فرشه صار لها سنه، بس من الاستهلاك لان الزبائن تصعد وياي، فشوفوا شنو صار بيها، لازم تتبدل. هاي غلطه مني، انا بدلت فرشه غاليه، المفروض يعني اسوي 50 60 70 بالزايد. هاي من غير عطلات البنزين اللي تجيك، مثلا فيت بوم، بلكات، نوزلات، هاي كلها تحتاج لها فلوس. فنصيحتي لك دائما كتر لك فلوس حتى من تصرف ما يأذيك قلبك. انا عندي يعني عاده دائما انه اهمل الشغله اذا كانت مثلا عطل صغير، اهمله ما اسوي. مثلا عندي فدس شلون عندي هاي الارضيات اصلا هاملها انا، مفروض انا من اول ما انشقت اروح ابدلها، بس انا هاملها. بعدين من تكبر الشغله وتصير اغلى ويعني من سعرها الاعتيادي اروح بعدين اضطر ابدلها. فهاي اكبر غلط انا دائما اسويه، يعني ما احل المشكله بوقتها. حاليا الساعه بالستة و5 دقائق، بلي مسويه مكافاه من الساعة بالستة إلى الساعة بال12. إذا تسوي 5 رحلات راح تحصل على 5000، وإذا تسوي 8 رحلات راح تحصل 13000. البارحة أنا سويت نص مكافأة، يعني 5000 أخذت، لأن ما لحقت كان عندي شغل، فطلعت الساعة ب9 بالليل. بس البارحة كانت مثل ما ذكرت بداية الفيديو، يعني الرحلات كانت كلش حلوة، يعني أقل رحلة أخذتها 4000. فاليوم ما أعرف لحد هسه أنا ما مشتغل بالي، هسه راح أفتح التطبيق ونشوف إيش قد الرحلات، وإن شاء الله إذا رحلات زينة راح أكمل 8 رحلات. يعني أنا عندي تقريبا 6 ساعات إن شاء الله أكملها. السلام عليكم. وعليكم السلام. استنى حبيبي تاخذ. لا لا عيني، لا ما في مشكلة. قد مطيحة مو؟ اي قد مطيحة. لو نرجع على الجناوي. طلعنا على الوفود، يعني لازم نلزم التقاطع. من هنا نرجع هذا الجناوي؟ اي لا قصدي من هنا نرجع على الاستدارة مال الوفود، راح تلاقي لنا استدارة. اي صح. اليسار تلاقي اليسار. التطبيق بلي اذا ردت انتظر واحد هنا، احدد اسوي مؤقت 10 دقائق، اذا ما اجى حتى الغي الرحله. طبعا هم ما راح ينطوني شيء، يعني انا جربتها ما انطوني شيء، بس اهم شيء انه ما يغرموني، فانا احدد 10 دقائق. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. من هناك شارع؟ اي
هسه حاليا الساعة بال8 و19 دقيقة. كملت 5 رحلات وهسه انطاني 5000. بقي لي 3 رحلات واخذ 13000. طبعا اليوم لغيت طلبية او طلبيتين، لغيت رحلتين راح يغرموني عليها 1500. هسه كاتب لي هو اجمالي المكافأة الحالية مكافأة حتى الان 5000. هسه شو ما ادري شو صفن بعد تطبيق بلي شنو سالفته ما ادري. لا الحمد لله اجت. شوفي لابو الخصيب، ما اروح لابو الخصيب انا، مكان كلش بعيد اصلا. المفروض يعني بشركة بلي أو بتطبيق بلي يخلون خيار مثلا شلون كريم هسه مخلين 4 خيارات باليوم تقدر تلغي الرحلة إذا أنت بعد ما تقبلها تقدر تلغيها. هيجي يكون أفضل يعني بدون غرامة، لأن أكو رحلات مثلا هو نفس الزبون يحدد المكان غلط، وأنا من أوصل له الزبون ما موجود لو الزبون ما يرد. واكو مثلا ساعات الزبون يحدد مكان الفرع مالته يكون ضيق او الفرع مالته محفر، انت ما تقدر تدخل هذا المكان، تتصل على الزبون تقول له انا مثلا ما اقدر اوصل للمكان اللي انت بيه، يقول لك لا انت لو تجيني للباب لو تلغي الرحله. خليني اقول لكم على السالفه انه صارت وياي اليوم. شنو اليوم انا كنت امشي بالجنينه بشارع قرب سوق الجنينه، فاجتني رحله من سوق الجنينه للطويسه. اتصلت، انا دائما اتصل على الزبون اتاكد انه صح هو اللي يروح له لا، فاتصلت عليه يقول والله اعذرني انه عندي طفل هو اللي يعني ادفع شلون الطفل هو حدد المكان. يقول طفل حدد المكان الوجهه اللي هو بيها والوجهه اللي يريد يروح لها، مكان الانطلاق ومكان الوصول. انا يعني ما هي اصلا بينه شغله كذبه، لانه ماكو طفل يحدد مكان الوصول ومكان الانطلاق. فقلت له تمام انت الغيها حتى انا لا اتغرم. قال لي انا ما اعرف الغيها، زين هذا شنو اروح للبيت اقول الغيها وانا اصلا هو يعني بعيد علي مو قريب، فاضطريت انا لغيتها وجت علي غرامه. فهذا السبب انه المفروض شركه بلي تنطيك 4 خيارات بالقليل، لان هي مدام عندها رحلات هواي تعطيك 4 خيارات بالقليل انه انت لازم تلغي الرحله بدون غرامه. يعني مثل هذا اللي يقول ابني اصلا سواها غلط، فهذا يعني شو تسوي له؟ هذا ما اعرف يعني. تقول له ليش ابنك ليش يلعب بالتليفون؟ فهو طلع له عذر على اساس انه ابنه هو اللي اخذ التليفون وحدد الوجهه وحدد مكان الوصول. هذا مو هاي غير عائله هاي. اذا ابنهم هيك يحدد، الظاهر الابو يشتغل بالذكاء الاصطناعي، يعني انت ابنك هيك يحدد وما تدري به ويقلد طفل صغير. فهاي الامور المفروض واحد يكون يعني يخلون عنده خيارات شركه بلي حتى لا يغرمونه، ولا هم يتونسون على الغرامات. هسه انا اليوم غرامتين راح تصير علي، غرامه هي ما هذا وغرامه قبلها، فهاي غرامتين راح تصير علي 1500 ياخذون هيك يعني نسميها خاوه. المهم انا جاي احاول اخلص المكافآت قبل لا تصير ازدحام، لان بعد تقريبا هيك شوف ساعه ونص بعد الشوارع ما تمشي كلش، يصير الشوارع كلش ازدحام. فانا احب اخلص المكافاه قبل الازدحام، لان بالازدحام ما تسوى المكافاه نهائيا، لان انت راح تقعد اقل شيء فد نص ساعه ربع ساعه بكل تقاطع. فهاي المكافاه راح تجيك راح تروح كلها بنزين وتروح كلها مصاريف للسياره. فخلي اشوف ان شاء الله القى لي كروه هنا واقبلها وارجع بالمكان اللي كنت بيه. طبعا الاماكن المزدحمه هسه حاليا مثل بالجزائر وغيرها يعني هي صح اكو طلبات هواي، بس ما تقدر توقف يعني ازدحام. يعني انت اذا توقف بالجزائر يحتاج لك اقل شيء فد نص ساعه تطلع منها. فانا اتجنب هاي هسه حاليا، اتجنب هاي الاماكن الى ان اشوف لي يعني الى ان اوصل مكان مثلا وين يوصل الزبون، وين بيت الزبون يوصل، اوقف هناك لحد ما تجيني رحله ثانيه واطلع منها. بس والله اكو شغله منتبه لها دائما، زبائن بلي ينطون كراميه والزبائن كريم ما ينطون شيء، لازمين شوي. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم. نعم بخير. وانت بخير، الله يعودك ان شاء الله بالصحه. السلام عليكم ان شاء الله. السلام، حياك الله. حبيبي شلونك؟ حياك الله. شو اخبارك؟
انت بخير؟ انت بخير؟ حافظ خنقك؟ لا عادي، ماكو اشكال. خلينا نشوف هون القهوة. طبعا هي تصير قهوة باردة ولا واحدة من هذين. هاي القهوة اللي راح تعدي المزاج. طبعا انا ما احب القهوة المرة تصير ولا القهوة الحلوة، يعني اريد هيك متوسطة، فهاي اختاريتها بالفانيلا. حاليا الساعة بال9:32. طبعا انا كملت كل المكافآت. شوفوا هاي اخر شي واصل 8 رحلات عليها صح، يعني راح ينطوني 13,000. خل اراويكم ايش قد انا اصلا مشتغل، يعني ايش قد راح يطلع ويا المكافآت. انا مشتغل هي 8 رحلات. انا طبعا اكثر رحلات هسه اكو تعليقات راح تجيني ليش 8 رحلات هذا مبلغ. 8 رحلات انا موصل 26,000، 26 ونص. فرحلاتي انا اصلا دائما اذكرها انه انا رحلات ما اخذها الا مسافات قريبه. 8 رحلات 26,000 زائد 13 اللي راح ينطوني اياها تصير 26 36 39,000 راح تصير. طبعا 39,000 ب3 ساعات ونص انا حاليا مشتغل. فاحنا لازم نحسب المكافئه ونحسب الشغل اللي احنا مشتغلينه. فايش راح يصير؟ راح يصير 8 رحلات 26,000 زائد 13,000 يصير 39,000. هذا اللي مشتغله. الرحلات انتم تحسبها على 3000. طبعا انا تقريبا رحت وصليت ورجعت مره ثانيه، يعني هاي 3 ساعات ونص نقطع منها نقول فد نص ساعه بين الصلاه، بين انزل المحل اشتريت يمكن شفتوا اشتريت هالقهوه، يعني نقول احنا 3 ساعات. ف3 ساعات مشتغل 39,000 نعمه من الله. هاي اليوم انا المكافآت اللي كلها حققتها. فهسه حاليا الساعه 9:30 بالليل، بعد راح اقفل ما اشتغل لان الشوارع ازدحام. انا الطلبيات اللي اخذتها او الرحلات اللي اخذتها كلها بشوارع مو ازدحام، يعني انا اختار المنطقه اللي اريدها. فلهذا السبب انا خلصت بسرعه. انت اذا تريد مثلا رحلات طويله وبيها فلوس هواي، اخذ لك رحلات يعني مثلا انا جتني هواي رحلات للزبير كلها ب 10,000 9,000، بس انا شو اسوي بيها؟ انا بدي اخلص اصلا المكافئه لو 3000 اخلص المكافئه ولا اظل اروح للزبير وارجع ما اخلص حتى يعني المكافآت نهائيا ما تخلص للساعه 12. لهنا اليوم راح يخلص الفيديو مالتنا. لا تنسون تشتركون بالقناه وتضغطون لايك، واي واحد عنده استفسار خليه يستفسر وتدللون. انا حاضر. طبعا شوفون شوي اتاخر عليكم بالتعليقات لان اكيد عندي شغل، يعني اكو انا مخصص وقت للشغل، وقت للعائله، وقت لنفسي. واكيد انا ما اقصر وياكم، وان شاء الله راح ارد على كل راح ارد على كل التعليقات اللي اشوفها. وحياكم الله ومية هلا بيكم.